السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الغاليين، مساء الفل عليكم في كل محافظات مصر. النهارده نقول اهم الافكار المتكرره في امتحان الجغرافيا للشهاده الاعداديه. ركز معايا من هنا لحد اخر الفيديو، انت المستفيد. هنبدا باهم الافكار عندنا في الجغرافيا. اقول لك المره دي 4 افكار عشان وقت الفيديو، وفي فيديو تاني هينزل لك ان شاء الله بكره. اول حاجه هنبدا بسؤال النحاس وسؤال الحديد. دي المعادن طبعا في درس المعادن. طبعا احنا عارفين النحاس متركز في امريكا الجنوبيه بشكل اكبر عشان في دوله شيلي وبيرو. عارفين ان الثلاث دول في انتاج النحاس هي شيلي ثم الصين ثم بيرو. فيجي لك سؤال يقول لك يتركز النحاس في الجزء الغربي من امريكا الجنوبيه، او ايه المعدن اللي بيتركز في الجزء الغربي في امريكا الجنوبيه؟ تقول معدن النحاس. مين اولى الدول؟ هتقول لي شيلي وبيرو. وبيسال فيها في الخريطه كتير، ركز معايا. تمام. ثاني سؤال بيجي على الحديد، وسؤال متكرر جدا 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 على الحديد. طبعا اهميه الحديد معروفه، اهميه النحاس معروفه، بس في الحديد بيقول لك اولى الدول في انتاج الحديد هي دوله طبعا استراليا. طبعا عندك الصين فيها. بس مين الدوله اللي بتصدر الحديد؟ بتصدره كخام. هتقول له موريتانيا عشان هي دوله ناميه ما بتصنعهوش. طب ايه اللي يحصل لو موريتانيا صنعت؟ هتبقى من الدول المتقدمه. طب ماشي. الحديد دوت موريتانيا بتبيعه لمين؟ هتقول له الاقوى دولتين في العالم عندنا والله بتبيعه لبريطانيا وبتبيعه لليابان، عشان بريطانيا واليابان ما عندهمش موارد فبياخدوا من الدول اللي عندها موارد. طب ليه موريتانيا بتبيعه كخام مش بتصنعه؟ عشان ما عندهاش امكانيه انها تصنع، مواردها ضعيفه. انما بريطانيا واليابان من الدول العظمى اللي عندها موارد. فركز معايا في الجزئيه دي. تاني فكره عندنا في سؤال البترول. ركز لي على البترول جدا جدا جدا، دي من اهم مصادر الطاقه في العالم. ان العالم كله لحد النهارده بيستخدم البترول كمصدر طاقه مهم ورئيسي للعالم. بيفيد في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للمجتمعات. واقوى دول عندنا في البترول هي السعوديه، ثم روسيا، ثم الولايات المتحده الامريكيه. طبعا السعوديه عندها احتياطي نفط كبير، تمام، هي ودول الخليج. طب ماشي. سؤال البترول مهم، خد بالك منه عشان بيتكرر في الامتحانات كتير. تاني سؤال بيسأل على الغاز. هو ليه بقينا نعتمد على الغاز بدل البترول؟ تقول الغاز عشان ايه؟ اقل تلوثا للبيئه، وده اهم نقطه. بيوفر وقت وجهد ومال، والاهم بالنسبه لي انه بيحافظ على البيئه، اقل تلوثا للبيئه من البترول. تاني سؤال بعد كده مصادر الطاقه المتجدده. خد بالك ايه اللي يحصل لو احنا بنستخدم طاقه متجدده زي الشمس، الرياح، المياه اللي هي المد والجزر؟ هتقول له والله تقليل التلوث، مفيش تلوث في البيئه. تمام. صحه اللسان هتبقى احسن. طب ماشي. المد والجزر هي طاقه كهرومائيه، تمام. الشمس طاقه شمسيه، تمام. الرياح اللي هي بناخد منهم كهرباء، كلهم بناخد منهم كهرباء. بس البترول والغاز والفحم بناخد منهم طاقه حراريه. ركز عليها يا بطل عشان ايه بيسأل فيها كتير. الطاقة الحفرية بناخد منها طاقة حرارية اللي هو البترول، الغاز، الفحم. تمام. فخد بالك من السؤال ده. الفيديو المره دي كلمت على 4 افكار بيتكرروا في امتحانات المحافظات. ركز عليهم واسمعهم من الاول لاخر. كان معكم مستر اسلام حجازي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.